في حاجة في جسمك لو زادت تخليك متضايق متخانق مع دبان وشك وكمان تزود كرشك، ولا عين ولا حسد ولا حد عامل لك عمل. ده متهم خطير عايش جوه جسمك وبيخرج من غير إذن، اسمه هرمون الكورتيزول. أهلا بيكم، أنا دكتور أحمد أبو المعاطي ودي قناة دكتور دايت. يعني إيه كورتيزون؟ الكورتيزون ده اسمه هرمون الطوارئ. زمان كان بيخرج لما تشوف أسد عشان تطلع تجري وتهرب منه، دلوقتي بيطلع من الزحمة والموبايل والتلفزيون وانت قاعد مكانك. جسمك فاكر نفسه في غابة وانت واقف على كوبري. سواقتك العربية بتساوي نافورة كورتيزون، تكون ماشي سايق هادي، حد يكسر عليك يديك كلاكس يديك شتيمة، الكورتيزون يقول طوارئ يا دولة، القلب يدق والدم يعلى والحرق يقف وانت اصلا رايح تجيب عيش. التلفزيون بيساوي مصنع توتر، تفتح التلفزيون اخبار مصايب صوت عالي، الكورتيزون يقول خطر شامل، وانت ولا بتجري ولا بتستخبى بس بتخزن دهون. اما بقى عن الموبايل فهو القاتل الصامت، وده بقى اخطرهم، اشعارات طول اليوم، اخبار، سوشيال ميديا، مقارنات، كل رنه بتساوي تنبيه خطر. في حقيقة علمية بتقول إن التنبيهات المستمرة بتخلي الكورتيزون عالي طول اليوم. يعني أنت في حالة طوارئ وأنت قاعد على الفيس، ليه أعصابك بايظة؟ الكورتيزون العالي بيعمل توتر، عصبية وقلة صبر ورد فعل مولع. يعني مش كل عصبية طابع، في هرمونات محتاجة تتربى. طيب الكورتيزون بيعمل إيه مع الحرق؟ الكورتيزون بيعلي السكر في الدم، بيزود مقاومة الأنسولين، بيقلل الحرق وخزن دهون، وتلاقي نفسك يا عيني عامل دايت ومش نازل. ليه؟ عشان الكورتيزول دايس على الفرامل. قلة النوم بتساوي كورتيزون عالي، تسهر تصحى تعبان تتعصب تجوع تكرش، حلقة مفرغة زي زحمة الصبح. طيب نقلل الكورتيزون ازاي؟ نام بدري، اشرب ميه، امشي كل يوم نص ساعة، اقفل الاخبار شوية، قلل الموبايل قبل النوم وبلاش ميزان كل يوم، وخد نفس عميق، علاج ببلاش ومثبت علميا ان النفس العميق بيقلل الكورتيزول. الخلاصة لو متعصب ومكرش وحرقك واقف، راجع اعصابك قبل ما تزود الدايت. الهدوء مش رفاهية، ده اسلوب حياة. قبل ما تمشي لو الكلام لمس حاجة جواك اعمل لايك عشان الخوارزميات تفتكرنا زي ما افتكرت الكورتيزون. ما تنساش المتابعة عشان نكمل ونفهم جسمنا واحدة واحدة. ولو انت من الناس اللي عاملة اشتراك في قناة اليوتيوب ونسيتها بقالها فترة، ادخل طبطب عليه. انا دكتور احمد ابو المعاطي ودي قناه دكتور دايت، وبشكركم من كل قلبي على المتابعه وعلى الدعم. اللي جاي اقوى اقرب واهم لصحتك ووزنك واعصابك. وافتكر دايما اهدى شويه عشان تعرف تخس. سلام.